أنا أبغى أرد على الذين يزعمون بأن السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي حلت محل ما يسمونه بوسائل الإعلام التقليدية. أنا ضد هذا المصطلح. هي وسائل الإعلام المؤسساتية وليست التقليدية. التقليدي هو الورق وراح. فخذ يا أخي مثال بسيط جدا. أمريكا أم الإعلام. أنا ما عندي عقدة أمريكا على فكرة. أمريكا أم الإعلام لو وجدت أن السوشيال ميديا ممكن أن تحل محل ما يسمى صداع وسائل الإعلام المؤسساتية لفعلت. لكن باقية هذه المؤسسات وباقية ربما أقوى من السابق. وزي ما تفضل الأستاذ خالد جاب نيويورك تايمز مثل على هذا الموضوع. السوشيال ميديا بدون أن أتجنى وبدون أن أنفعل، السوشيال ميديا عبارة عن غابة من الفردية، غابة من عدم المسؤولية، غابة مع انعدام الرقابة الذاتية. فكيف تريدني أن أعتمد على يعني أن في السوشيال ميديا هناك مفكرين وهناك رواد وهناك كذا، لكن أمام هذا الهوج الكبير من اللي يقعد ورا الكيبورد ولا يعرف ولا يدرس عاقبة ولا يعرف ماذا يريد. أهلكتني بالوقت. شكرا لك. شكرا.